فرحة عربية من المحيط إلى الخليج غمرت شوارع عواصم عربية كالدوحة ومدن مغربية بتأهل المنتخب العربي المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم بعد فوزه على غارمه الماتادور الإسباني. نهنئ الشعب المغربي على الفوز ونتمنى لهم التوفيق والنجاح وإن شاء الله يأخذون الكأس. إنجاز عربي تاريخي غير مسبوق، مواكب سيارات ومسيرات حاشدة بأعلام مغربية ترفرف في الدوحة للاحتفاء بالفوز المستحق لأسود الأطلس. فرحة عابرة للحدود والسياسة من الجاليات العربية في أوروبا والمدن المغربية مرورا بالعاصمة القطرية وصولا إلى تل أبيب. أجواء الفرحة وصلت إلى هذه القاعة في حدث نظمه مكتب الاتصالات المغربي في تل أبيب بمشاركة الجالية والسلك الدبلوماسي. انتصار أسود الأطلس جعل رجل أعمال إسرائيليا يعبر عن فرحه بطريقة سخية. أعلن استعدادي منح مبلغ 10,000 دولار للاعبي ومدرب المنتخب المغربي في هذه المرحلة، وحال إن فازوا في المباراة القادمة سأمنحه هدية مماثلة، وكذلك حال إن حصلوا على كأس العالم. خرجت من المغرب ولكنها لم تخرج مني. لو سنحت لي الفرصة الآن لتقديم هدية تسعد الشعب المغربي كنت سأفعله، لأنني أؤمن أن السلام بين القادة، ولكن من يطبق السلام هم الشعوب. وهذه فرصة لعكس صورة أن الإسرائيليين ليسوا أشخاصا مع قرون، وإنما يدهم ممدودة للسلام. رحلة أسود الأطلس لم تنتهي بعد، لكن آمال الشعوب العربية باتت معلقة بهذا المنتخب الذي وحد العرب.